السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة 6، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض التقييم الأسبوعي الخاص بمادة العلوم الأسبوع السابع. يلا نبتدي ونقول بسم الله. طبعا احنا عارفين التقييمات من أول السنة متقسمة عندنا 3 مجموعات: تقييم ألف، تقييم باء، والتقييم جيم. هنبتدي مع بعض بالتقييم ألف. أكمل العبارة الآتية أو أكمل ما يأتي. يحدث ومديلك نقط نتيجة الانصهار المفاجئ للجليد. سنة 6 قبل ما نحل نقعد نفكر كويس. أنا عندي دلوقتي حصل انصهار مفاجئ للجليد، إيه اللي هيحصل؟ بالظبط كده، يبقى هيحدث الفيضان. يبقى يحدث الفيضان نتيجة الانصهار المفاجئ للجليد. السؤال رقم 2، اكتب ما تدل عليه العبارة. تمام. جهاز يستخدم في تتبع العواصف الرعدية والأعاصير. طبعا احنا درسنا السنة دي مجموعة من الأجهزة، بس هو بيسألك على حاجة محددة، عايز يعرف اسم الجهاز اللي بيستخدم في تتبع العواصف الرعدية والأعاصير. برافو عليك، صح جدا. هو كان مين؟ كان رادار الطقس. رادار، ونحسن خطنا واحنا بنكتب رادار الطقس. وضح السبب العلمي. ده السؤال رقم 3. لما اجي اسألك على سبب علمي يعني بسألك عن التفسير دوت حصل ليه. تمام. فبيقول لي وضح السبب العلمي. الشعور بالحرارة الشديدة في منطقة خط الاستواء. انت ليه بتحس بالحرارة الشديدة لو رحت عند خط الاستواء؟ من الدراسات احنا عارفين ان خط الاستواء هو عبارة عن خط وهمي بيبتدي يعمل ايه؟ هيقسم لي الكرة الأرضية لنصفين متساويين. تمام. طب لو انا رحت يا ميس عند خط الاستواء، ايه اللي هيحصل؟ هشعر بحرارة شديدة جدا. هو بقى بيسألك يا ترى لو رحت في منطقة خط الاستواء ليه هتشعر بالحرارة؟ تعال نشوف سوا. لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند خط الاستواء. طب ميس أكتبها إزاي؟ يلا بينا. هقوله لأن أشعة الشمس تكون عمودية، تمام، على خط الايه؟ على خط الاستواء. ودي معلومة لازم اكون عارفها كويس. وده طبعا ده كان السؤال رقم كام؟ كان رقم 3. نرجع للسؤال رقم 4. ماذا يحدث؟ ايه اللي هيحصل لو ايه؟ تعال نقرا سوا. عند وضع نبات اخضر صغير بداخل كيس بلاستيك معرضا للشمس. انت عملت ايه في النبات الاخضر؟ تمام، حطيته بداخل كيس من البلاستيك ولكن عرضته للشمس. ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا دوت فكرك بحاجة. ايه هي الحاجة ديت؟ ان البلانت بتاعي ده او النبات بتاعي هيبتدي يعمل عملية اسمها عملية النتح. يبقى هتتكون قطرات من الماء على الكيس من الداخل. نخلي بالنا كويس. يبقى قطرات من الماء سوف تتكون على الكيس من الداخل، وذلك بسبب حدوث عملية النتح. تيجي نكتب مع بعض الإجابة. وده السؤال رقم 4. رقم 4 هيكون، هقوله تتكون قطرات من الماء على الكيس من الداخل. لازم أقوله السبب، وذلك بسبب حدوث عملية النتح. السؤال الخامس بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. نقرأ مع بعض. تعمل ومديلك نقط على عودة بلورات الثلج إلى الأرض. نقرأ السؤال تاني. تعمل ومديلك فراغ أو نقط على عودة بلورات الثلج إلى الأرض. يا ترى الشمس، الجاذبية، القمر،
ولا الحمل الحراري؟ طبعا اللي هيعمل الحركة ديت وهيرجعها لي تاني هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن على طول طبعا هتكون مين؟ الجاذبية الايه؟ الأرضية. يبقى أنا هختار الجاذبية الأرضية. كده حبايبي نكون خلصنا التقييم ألف، ندخل على التقييم ب. تعالى نقرأ مع بعض 5 أسئلة برضو زي تقييم ألف. أكمل. يحدث، ومديلك مع بعض نقط، نتيجة الارتفاع الشديد للحرارة وقلة المياه. عندك حرارة شديدة ومفيش عندك مية، يا ترى يحصل عندنا ايه؟ هل ينفع اكتب فيضان؟ اكيد طبعا لا يا ميس. امال هتكون عندك مين؟ هيبقى يحدث الجفاف. السؤال رقم 2، اكتب ما تدل عليه العبارة. كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. عايز يعرف كمية بخار المية اللي موجودة في الهواء بيطلق عليها ايه؟ بالظبط هيطلق عليها اسم الرطوبة. السؤال رقم 3، وضح السبب العلمي. عايز يسأل عن السبب العلمي ده حصل ليه. تصلح الزراعة في الجبال على الجانب المواجه للهواء الرطب. يعني لو عندك جبل وعايز تزرع عليه لازم تزرع على الناحية المواجهة للهواء الرطب. يا ترى الإجابة عندنا ديت بسبب إيه؟ طبعا احنا عارفين المطر دايما بيسقط على الجانب المواجه للهواء الرطب، وبما ان انت هتزرع يبقى انت محتاج مطر ومحتاج مية، يبقى في الحالة ديت لازم ازرع فين؟ على الجانب المواجه للهواء الرطب، وذلك لأن الأمطار تسقط على الجانب المواجه للهواء الرطب. يلا نكتب مع بعض الإجابة، وديت عبارة عن مين؟ السؤال اللي هو وضح السبب العلمي. هقول له لأن الأمطار، مالها الأمطار؟ تسقط على الجانب المواجه لمين يا مس؟ للهواء الرطب. السؤال رقم 4 في تقييم باء بيقول لي ماذا يحدث؟ ايه اللي هيحصل إذا تم تراكم الغبار على الألواح الشمسية؟ نقول كمان مرة، ميس تراكم الغبار على الألواح الشمسية. تعال نرجع مع بعض. هي الألواح الشمسية بتعمل إيه؟ بتبتدي تولد لي الطاقة الكهربائية، صح كده؟ طيب على الألواح الشمسية ديت في عندك غبار، يبقى هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي ذلك إلى تعطيل توليد الطاقة الكهربائية. كمان مرة، أكنك عندك لوح شمسي عليه غبار أو عليه كمية تراب، وبالتالي لو تراكم عليه الغبار أو التراب سوف يؤدي إلى تعطيل توليد الطاقة الكهربية. يبقى أنا هكتب رقم 4 سيؤدي أو يؤدي ذلك إلى تعطيل توليد الطاقة الكهربية. السؤال الأخير عندنا يا سنة 6 في تقييم باء بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. يستخدم، يا ترى عايز يسألك على جهاز برضو أو على أداة يستخدم في تعيين درجة الحرارة. سهل جدا طبعا. هل هو الباروميتر ولا الترمومتر، الأنيموميتر ولا رادار الطقس؟ بالظبط كده. يبقى أنا هختار مين؟ على طول هختار الترمومتر. التقييم جيم والأخير معانا في التقييم الأسبوعي. تراكم، عايز يعرف تراكم ايه على الألواح الشمسية بسبب العواصف يسبب تعطيل توليد الطاقة. تعال نفتكر احنا لسه حليناها من شوية صغيرين في التقييم بقى. تمام. ايه يا ترى لو تراكم على الألواح الشمسية هيؤدي إلى تعطيل توليد الطاقة؟ على طول طبعا يبقى تراكم مين؟ تراكم الغبار. رقم 2، اكتب ما تدل عليه العبارة.
جهاز يستخدم في تعيين الضغط الجوي. تعالى نفتكر كده مع بعض كان اسمه ايه. طبعا جهاز يستخدم في تعيين الضغط الجوي. من غير ما تفكر ده مين ده البارومتر. وضح السبب العلمي. النتح بالنبات نوع خاص أو نوع خاص من التبخر. تاني، النتح بالنبات هو نوع خاص من التبخر. يلا نحل مع بعض السؤال. بيقول لك ايه؟ هقول له ببساطة لأن ينتج أو لأن النتح ده جاي منين؟ لأن النتح ينتج من تبخر الماء الزائد في النبات عن طريق مين بالظبط، أو من خلال مين؟ من خلال الثغور. السؤال رقم 4. ماذا يحدث عندما أو يبرد الهواء في طبقات الجو العليا؟ عندي الهواء بتاعي في طبقات الجو العليا هيبتدي يبرد. يلا نشغل دماغنا. أكيد طبعا هيحصل له يتكثف. طب يتكثف ويكون لي إيه؟ ويكون قطرات تتجمع وتكون إيه؟ وتكون سحب. تيجي نكتب الإجابة مع بعض. السؤال رقم 4 هقول له يتكثف. ميسو بعد ما يتكثف ويكون قطرات تتجمع معا وتكون السحب. السؤال الأخير، اختر الإجابة الصحيحة. تحدث العواصف الترابية عندما تهب رياح على منطقة شديدة. تحدث العواصف الترابية عندما تهب رياح على منطقة شديدة ايه؟ تعال نكمل. هل يا ترى المنطقة ديت شديدة الرطوبة ولا شديدة الجفاف ولا شديدة الثلوج ولا شديدة الضباب؟ دي عواصف ترابية. لما تهب على منطقة شديدة ايه؟ اكيد طبعا هتكون شديدة الجفاف. هنا هنكون وصلنا لنهاية حل التقييمات الخاصة بالأسبوع السابع. نستنونا يا سنة 6 في تقييمات جديدة إن شاء الله.